في تصريح نشره موقع العربية نت، أكد إبراهيم ربيش رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لجنته لن تحقق فيما قاله العراقي سيف سلمان لاعب اتحاد جدة في تصريحات إعلامية حول تعرضه للشتائم من حسين عبد الغني قائد النصر في مباراة الفريقين الأخيرة، ما لم يتقدم اللاعب العراقي بشكوى لدى اتحاد الكرة السعودي. وقال ربيش في تصريح للعربية نت: يجب أن يتقدم اللاعب بالشكوى. وكان متحدث على لسان الاتحاد العراقي قد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن اتحاد بلاده بعث خطابا لنظيره السعودي يحتج على المعاملة التي لقيها سيف سلمان من عبد الغني في المباراة الأخيرة بين فريقي اللاعبين. من بغداد عبر الهاتف معنا كامل صغير، الناطق الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم. سيد كامل، أهلا بك معنا. كيف تعلق على هذه الأنباء التي ذكرت عبر وسائل الإعلام؟ هل صحيح بأن اتحادكم خاطب الاتحاد السعودي؟ وماذا يطلب إذا كان صحيحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي فتحي وتحية لقناتكم الكريمة، وأشكرك على المداخلة الكريمة. أعتقد الاحتجاج من قبل اللاعب حسين عبد الغني الذي هو معروف دائما يسوي مشاكل ويسوي مع أي لاعب، واعتقد لا نسمح لنا كعراقيين نسمح بالاعتداء السافر بسب اعراض اللاعب. انت سمعته سيد كامل يسب؟ اليوم انا سمعته في تصريح، كنت في القناه العراقيه الرياضيه العامه. اي طيب انت سمعت، طيب انت سمعت وجهه النظر من جانب واحد، ليش اتخذتوا موقف مباشر؟ يعني ليش ما طلبتوا توضيحات؟ لا احنا يوم غد ان شاء الله لنا توضيحات مع الاخوان في الاتحاد السعودي. اول شيء العرض العراقي لا ينسب ولا يشتم، لا نسمح لاي واحد كان من يكون ان يسب الاعراض العراقيه. الاعراض العراقيه ابطال على الساحات العراقيه ويعرفون مواقف الاخوان. خلينا نتكلم كابتن، خلينا في حدود الرياضة، نتكلم كرة قدم ورياضة وقوانين كرة قدم وقوانين كرة الرياضة. كل الأشياء اللي تتحدث عنها لها الاحترام والتقدير. احنا نتكلم في كرة قدم الآن. ما هو إجراءكم كقوانين كرة قدم؟ يعني احنا يوم غد إن شاء الله دام لجنة الانضباط في الاتحاد راح تتخذ إجراء بحق اللاعب. راح يكون لنا حديث. هل بعثتم خطاب رسمي كما قالت وكالة الأنباء؟ يوم غد إن شاء الله، اليوم بعد إن شاء الله بيوم غد راح يكون اجتماع لاتحاد كرة القدم. فعلينا أن نبعث بخطاب رسمي الاتحاد السعودي لبيان ما هو يعني ما كملوه عن اللاعب الاعتداء السافر الذي قام به حسين عبد الغني أمام اللاعب لاعب المنتخب الوطني المحترف في السعودية. طيب هل اتصلت أنت بسيف سلمان؟ أنا اليوم في قناة العراقية، في قناة العراقية سمعت اليوم ما تحدث به اللاعب سيف سلمان حول هذا الموضوع. لا على مستوى شخصي، على مستوى شخصي، هل تحدثت معه أنت كمسؤول قبل أن ترسل أي خطاب؟ كمسؤول تحدثت معه أنت كمسؤول في الاتحاد العراقي، هل تحدثت مع سيف سلمان قبل أن تكتبوا أي خطاب؟ يعني أنا اليوم اللي سمعته في القناة العراقية كنت لكم الضيف اليوم حول هذا الموضوع، وسمعت الكابتن سيف يعني تحدث بما هو مريود، وهذا يجري في كل مباراة يعني بين اللاعبين تصير حالة النفرزة وحالة الحديث، لكن ما تصل إلى أن يشتم عرض اللاعب حسين عبد الغني. لكون الرياضة هي حب وسلام لجميع اللاعبين. طيب ما هو نص الخطاب؟ ما هو نص الخطاب سيد كامل الذي سترسلونه؟ يعني يوم غد احنا نطالب في حق اللاعب يعني حقيقة إذا كانت لكن أنا اليوم أسمع في الأخبار في الجرائد والقراء والاتحاد بالنسبة راح يتخذ إجراء ليكون اللاعب ليس هذه المرة حسين عبد الغني أن يهتدي خاصة في الدوري السعودي. فعلينا اتحاد كرة القدم أن نوضح لأخواننا في السعودية حول هذا الموضوع، علينا أن يرجون اعتبار لاعبنا لكون أعراض اللاعب العراقي ليس رخيصة. وأنا ما نتمنى أن توصل مراحل في السب والشتم، لكن هذا من حق اللاعب. لكن أنا اليوم أقرأ في لاعب المنتخب الوطني سيف سلمان غلصة في قلبه، ما تحدث بهواي كثير، وعلينا أن ندافع عن لاعبنا، وهذا حق مشروع لكونه لاعب المنتخب الوطني ويحمل الجنسية العراقية.
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. كامل صغير، الناطق الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم.